السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح أو مساء الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. فيديو جديد وروتين جديد إن شاء الله. نبدأ كده يا حلوين مع بعض. طبعا المطبخ اللهم بارك نضيف من الفيديو اللي فات، فبدأت كده على طول. جهزت فطار بسيط، جبنة قريش وجبنة قديمة، وقطعت بطيخ والعيش زي ما انتم شايفين ما شاء الله يفتح النفس. وجبت كيس شيبسي كده، قلت ليه اللي عايز ياكل، انا بصراحه بحبه يعني. وبصراحه ما كانش عندي طاقه بصراحه ان انا انضف اي حاجه خالص اليوم ده، لان كان المفروض انزل اعمل التحليل، وبصراحه يعني جسمي تعبان خالص. ف عملت كده شويه كبده على سجق صاج يعني طاسه كده، عملتهم وعملت جنبهم شويه رز ابيض وشويه سلطه. وده كان الباقي كمان ما اكلناهوش كله يعني، فزي ما بوريكم كده ما شاء الله كان جميل قوي. ولكن بصراحة كان خلاص اليوم قرب يخلص وما كانش عندي طاقة لأي حاجة، فقلت أعمل حاجة حلوة كده. فعملت كريم كراميل، وكنت جايبة أعمل أم علي. كان عندي بس شوية مواعين كده، قلت أغسلهم وقلت أظبط الدنيا كده. يعني مش قادرة أعمل أي حاجة، وده الطبيعي جدا بتاع أي بني آدم. مهما كنتوا مثلا بتشوفوا لأ البلوجر مثلا بينظفوا، الناس بتنظف ايه البيوت بتاعتهم على سنجة 10، ده في الفيديوهات بس. لكن طبيعي البيت بيتنا زي اي بيت عادي تماما يعني. طيب يوم عندك طاقة تعمل، يوم ما عندكش طاقة يعني ما تضغطوش على نفسكم. وانا بامانه اليوم اللي ببقى عندي طاقتي فيه خلصانه ما بحبش ادوس على نفسي خالص. نرجع للفيديو كده. وهنا كان الكريم كراميل خلاص كنت صبيته، ولكن حطيته في الصينيه دي علشان خاطر ادخله التلاجة. وهنا طبعا انا حطيت عليها السمنه ودخلتها الفرن فاتحمرت كده. وده بالظبط كيلو لبن متحلي عليه السكر، ودي قطعه القشطه. فهحطهم في الطاجن ده كده وهدخلهم الفرن. بصراحة يعني اخر اليوم ما كانش عندي طاقة اعمل اي حاجة، ولا نظفت اي حاجة في البيت خالص، ولا حتى كان عندي طاقة اشغل الغسالة. بس بقى يعني جيت في اخر اليوم كده، لا انا عايزه اعمل حاجات حلوه بقى في البيت. انا حتى ما عنديش طاقه مثلا ان انا انزل الشارع اشتري، وبامانه كان الجو حر وكنت دايخه اول يوم ده، فقلت بلاش يعني اروح اعمل التحليل، فهخليها تاني يوم. فهنا كده طبعا زي ما بوريكم حطيت عليها قشطه بقى، القشطه عشان اللي هو يبقى الطبق دسم. بصراحه الواحد ما يحتاجش ياكل حاجه تاني بعده، يعتبر اليوم ده انا ما عملتش اي حاجه غير الاكل بس. وده كده كان شكلها لما طلعتها من الفرن، اللهم بارك كانت زي الفل يعني. اللهم لك الحمد. كانت حلوه قوي يعني، غير المتوقع بصراحه يعني. ان انا كل ما مره بعملها ببوظها. انا حاسه اصلا ان انا عاملاها برضو ناقصه حاجه، بس مش عارفه ايه هي يعني. فاللهم لك الحمد. كده كده كنت خلصت. وزي ما بوريكم منظر الصلاه بالليل طبعا كان ايه، ال- اللب بتاع البطيخ والالعاب كانت في كل حته. انا عايزه اقول لكم من كتر ما انا ما عنديش طاقه ان انا اصلا ما نورتش النور. انا كل ده بصور لكم بالفلاش بتاع الموبايل بس. وطبعا ما كانش في حاجه في مكانها، ولكن طبعا ما كانش عندي طاقه، فجبت الجاروف كده وقلت الم بس اللب بتاع البطيخ. وهنا كده ده كان تاني يوم. كان عندي البيتي بان ده، عملت بيه سندوتشات جبنه بيضه وقطعت خياره جنبه وخلاص. والصاله يعني زي ما انتم شايفين كده متبهدله، لدرجه انها مش الصاله بس، هو البيت كله متبهدل يعني. الوضع انا هوريكم دلوقتي. اوضه الاطفال بايظه يعني. بص شايفين المدخل كفايه. والله كنت عايزه اهرب بالطبق بتاعي، مش عارفه اهرب واروح فين، فبلف كده. قلت هلف ارجع تاني، هقعد اعمل ايه، هروح فين. قلت اقعد اكل كده. وكنت نزلت بصراحه عملت التحاليل وطلعت بقى، قلت مش هينفع البيت بقى اسيبه في الوقت ده كله كده. فبدات كده ان انا لملم الحاجه، شلت الحاجه اللي على السفره، وقلت ابدا بقى اشيل بالفرشه دي اي زباله موجوده في الانتريه. وقلت هبدا البس الشيلك كده. فقلت البسها كده كده واحده واحده، وابدا احط الكوشنز. هنا كده لبست الشلاب بتاع الانتريه وبدات اظبط الكوشن. وحاولت المره دي ان انا اصور لكم من زوايا ما صورتلكوش منها قبل كده. طبعا زي ما بوريكم كميه التراب اللي طالعه على الارض يعني رهيبه. انا مش عارفه بامانه كل ده جاي منين، ولكن طبعا يوم واحد بس الواحد بيكسل فيه او ما بيكونش قادر، الدنيا بتتبهدل. ما نزلت اعمل التحليل لقيت الشرشوبه دي كده كبيره وكثيفه، فجبتها. بدات طبعا ان انا امسح بيها الارضيه، وجبت المعطر ده بريحه الورد، قلت برضو يدي للارضيه ريحه حلوه. بالنسبه للسبراي ده، فهو عندي من ساعه ما اتجوزت بصراحه ملوش حل للمفروشات. طبعا لما غسلت الشلت بدا يبان بقى فرق لون الشلت من الانتريه، فقلت هبدا كده ان انا اعمله. طبعا مسحت المسحات البوفيه والسفره، فقلت مفيش داعي ان انا يعني اعملها معاكم، فاصور معاكم بقى حاجات ما صورتهاش قبل كده. مثلا المكان بتاع الجزامه ده،
وطبعا الشجر بوريكم بنضفه ازاي. هي فوطه مبلوله بتحللي كل حاجه، ولكن طبعا هبدا ان انا اعمل المرايه بالجلانس. فبدات مسحتها كده، وطبعا ببدا امسح الرف الخشب اللي فوق الجزمه نفسه ده. فبمسحه كده وبمسح الحاجه اللي عليه، وببدا ارصها كده على طول. يعني انا بعمل الجزء اروح حاطه على طول. حتى كلمه هوم سويت هوم اللي على الحيطه دي طبعا بنضفها لان هي بتشيل تراب من فوق. وزي ما بوريكم كده الشجره انا كنت عملت نصها من تحت، فبدات اعمل نصها من فوق كده معاكم. طبعا كل حاجه لازم تتعمل لان اي حاجه يعني الغبار والتراب بيطولها يعني. وكده الحمد لله كان الريسبشن خلص. اليوم ده بقى بامانه يعني انا فطرت يعني سندوتشات جبنه بالخيار عادي، ونظفت الريسبشن، بس ما كانش عندي طاقه حتى ان انا اعمل اي حاجه. طبعا المعطر ده يعني اللهم لك الحمد، ريحته بجد تحفه وثباته جميل وما بيكمكمش. فكره ان هو بس ما بيكمكمش على الستاير وعلى السجاد دي فمخلياني بصراحه مدياله 10/10. فطبعا كان ما فيش طاقه واليوم كان خلص. فهاكل ايه؟ هوريكم هاكل ايه دلوقتي. اكل حواوشي، ولكن طبعا انا مش عاملاه. ده حواوشي فوق سجق كده. ده طبعا كنت طلبته وقلت الحمد لله، وجبت 2 تين شوكي كده معايا. وكده الحمد لله كان اليوم بتاعنا خلص. انا تعبانه وما زلت تعبانه، فمش هضغط على نفسي. لكن طبعا الحاجات اليوميه او التنظيفات اليوميه دي مفيش فيها جدال. وهنا بقى الكريم كراميل اللي كنا عملناه مع بعض، حطيت عليه الكراميل وخدته كده علشان ايه، ناكل احنا والحاج صاحب البيت. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى النهارده. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم امنين ومتهنيين يا رب في بيوتكم. مع السلامه.